اكيد كلنا بنحلم بحياة هادئة بعيد عن البشر، واكيد في منكم فكر لو عاش لوحده في غابة يصطاد ياكل واليوم يعدي وبس، وهي دي الراحة. ولكن هل دي فعلا الراحة؟ طيب عشان ما تفكرش كتير يا صديقي، هي دي قصتنا للنهاردة. حضر في شعرك مسلياتك حركاتك وبركاتك، بس قبل ما نبدأ ما تنساش الصلاة على سيدنا محمد ويلا بينا. ده هو ريو، بطريقة ما انتقل لعالم آخر، وكانت أمنيته الوحيدة هي إنه يعيش في هدوء طول حياته. وبيقول الشخص اللي قدامه إنه هيحقق له فعلا اللي بيطلبه، وهيخليه كمان يقدر يتحكم في سحر الماء. وبيعرفه إن نسبة 20% بس في العالم ده هما اللي بيقدروا يتحكموا في السحر، والعالم ده يا جدعان اسمه هو فاي. وبطلنا الآن في غابة روندو، بس بطلنا وكبداية مبشرة بالخير بيعرف إن العالم ده مليان وحوش، وبيجيله دليل صغير للوحوش عشان يعرف عنهم قوتهم نقاط ضعفهم والكلام ده. وبعدها يوميا لا وبل كل ساعة بطلنا بيتمرن على سحر الماء مرة والتانية، بيقدر يتعلم مهارات جديدة. ومع الوقت قدر يخلي المياه سخنة، وايضا قدر يخلي المياه ساقعة، حولها الى جليد حرفيا. طب عملها ازاي عم الشربو؟ هقولك يا صديقي، بطلنا فنان كيمياء حرفيا الاول على الثانوية، قدر يفصل ذرات ال H2O رابط الاكسجين بالهيدروجين في الجزء اللي جنبها، وبكده قدر يحول المياه لتلج بسبب الروابط الهيدروجينية. وبعد مدة وتمارين طويلة جدا ضربات مياه، شتا مياه، مسدس مياه، وكل ما تتخيله، حتى ان هو عمل رمح من الجليد بطلنا. وبعد فترة ليست بطويلة بيطلع عشان يصطاد، بيقابل خنزير بري، الخنزير بيروح عليه زي الصاروخ، بس بطلنا بيتفادى. وبعدها بيعمل طريق من الجليد واشواك جليدية، وبيقدر ينهي على الخنزير وبكل سهولة. وتعالى لما اعرفك شوية معلومات عن الوحوش الموجودة في هذا العالم. اولا الخنزير البري ده بوت ملوش لازمة. وعندك التنانين، ده الليجند الاسطورة، تنين يقدر يبيد مدينة كاملة وبكل سهولة. وفي وحش اسمه اكوما، مفيش معلومات كافية عنه لحد الان، بس ده اخطر الوحوش اللي موجودة، مصنف على انه خطر جدا. بطلنا بيخرج عشان يصطاد، بس المفترس اصبح فريسة باين عليه. بيجيله صقر وراح يشيل بطلنا، بس بيتفادى وبيطلع يهرب من المكان. بيرد عليه الهجوم، بس الصقر ايضا بيتفادى بطلنا بضربة بيقدر يرميه على الارض. بيقرب منه فالصقر بيهرب وهو مصاب في عينه. بعدها بطلنا بيصطاد تعابين مع تمارين نزول ميه، اصطياد اخطبوط، تمارين اصطياد، تمارين يوميا بيتبارز مع هذا السياف حركة 2 3. بس الشخص اللي قدامنا ده بيقدر يهزم بطلنا كل مرة وبكل سهولة. ايضا الشخص اللي قدامك ده صديقي بيدرب بطلنا، وبعدها بيصنع عليه سيف، بيدير بطلنا وبيمشي وبيسيبه. وكأي يوم طبيعي جدا بطلنا رايح يصطاد، بس بيرجع له مين بقى؟ الصقر. بس الصقر اتطور وبيهجم مرة 2 3، بس بطلنا قادر يقف قدامه رموح جليدية ضربات ماء بس بدون اي اثر يذكر. الصقر حاطط على بطلنا حرفيا، الصقر بهجوم باخد على بطلنا، بس بطلنا بيطلع السلاح وبيخليه يرتاح. وبعدها بيقضي عليه ريو وهو في طريق العودة. بيقابل تنين، التنين ده بيقول له هو انت قابلت طائر متطور كده ولونه اسود؟ بعدها بيعرف ان ريو قتله، فعكس المتوقع تماما التنين بيفرح. لا ومش كده بس، ده بيندهش ان سيف ريو ده اللي صنعه له ملك الجنيات، وطالما ريو معاه السيف ده فاكيد ملك الجنيات معجب بالولا ريو. وبعدها وبوقت طويل واحداث اطول وكلام طويل قوي، التنين بيقول للريو كفايه لحد الان، لان في شخص استدعاني وبيمشي وبيسيب بطلنا. وعشان تكون عارف يا صديقي اللي قاله التنين لبطلنا هو كلام مش مهم قوي، بس هو عرفه عن البلد وعن اسامي البلاد وكل ده، بس الكلام ده كله احنا هنعرفه قدام. فيلا بينا نكمل. وسيبك انت بقى من على البر، ما تيجي ندخل للمحيط. وفي اعماق المحيط اخطبوط بيحطم السفينه وكل من عليها، وبطلنا ماشي بالصدفه يا سبحان الله معدي على شط البحر، بيلاقي السفينه مكسوره والناس كلها ميته الا شخص واحد وهو اسمه ابيل. بطلنا بياخده البيت، وبعدها الولد بيصحى من اللي كان فيه وبيقابل بطلنا وبيسلم عليه وبيشكره انه انقذ حياته. وبطلنا بيقول له انه ما عملش اي حاجه، هو عدى من هناك وبالصدفه لقاه وبس، وما كانش في غيرك بس انت اللي عايش يا ابيل. وبيكملوا حديثهم وهم بياكلوا. بطلنا بيعرف ابيل انه ساحر ماء، فبيقول له ابيل ده شيء مبهر جدا، لان ما فيش غير نسبه 50% اللي يقدروا يستعملوا السحر في العالم ده كله. وبعد الاكل وهم ماشيين بيسال ابيل ريو هل معاه عصا؟ فبيقول له ريو لا مش معايا عصا. فبيستغرب ابيل جدا. بيقرر ابيل انه يرجع لبلده وهي اسمها لون، وبياخد ريو معاه. وبطلنا بيوافق بدون اي تردد. وده هو اخر يوم لريو، راح عشان يقابل الشخص اللي دايما كان بيدربه، فبيعرفه انه هيمشي لفتره كده، فبيشكره
على كل حاجة وقته وتعليمه، وده هيكون اخر قتال بين الاتنين في الوقت الحالي، وبعد قتال جميل جدا جدا. وكالعادة انت متوقع ايه؟ خسارة ريو. هقول لك صح، ريو فعلا خسر. الشخص اللي قدامه بيديله لبس مخصوص عشان يودعه كده. وهتبدأ الان رحلة جديدة في قصة بطلنا بعيد عن الهدوء اللي كان بيحلم بيه. هنا ابيل بيقابل خنزير وبضربة الطعن الكامل بيقضى عليه هو بكل سهولة، ودي تقنية بيستعملها السيافون وهم بيقاتلوا بالاسلحة. وبعد شوية بيقابلوا سحالي ولكن مش بيقرروا يهجموا عليهم وبيمشوا من الاتجاه التاني، ولكن وهم ماشيين ريو بيحس ان هم قريبين منهم، فريو بيطلع رمح جليد وفي ثواني بيقضي عليهم كلهم. ابيل مستغرب جدا جدا، هي ايه التعويذه دي يا عم ريو؟ انت خليت 4 رماح تطلع مره واحده، صباح الفل. ازاي يعني يا عم ريو؟ اصلا انا اعرف ساحر رياح مش بيطلع الا ضربه واحده بس في كل هجوم، وانت عملت 4، اللي هو ازاي يا صاحبي معلش؟ فريو بيقول له ممكن يكون في اختلاف بين سحر الرياح وسحر الماء، الموضوع طبيعي بالنسبه لي الصراحه. العيال بتكمل طريقهم وهم ماشيين بيهجم عليهم تاني وحوش جلوم حجريه. ابيل بيعمل تقنيته ولكن ملهاش اي لازمه، الوحش بيتجدد في ثواني وبيهجم على ابيل، ولكن ابيل هو الاخر بيتفادى. ريو بيقول له ابعد يا ابيل، انا عايز اجرب هجوم معين وهو 10 طبقات من الجليد. ريو بيعمل الهجوم، بيطلع مكعب عملاق بيقضي على الوحش وبكل سهوله. بعدها بيعمل اكتر من مكعب وبيقضي عليهم كلهم مره واحده. بيلاقوا الحجر السحر ده ولونه ذهبي، يعني حاجه ممتازه، بياخدوه وبيمشوا من المكان. وفي طريقهم بيقابلوا الوحش ده وهو اسمه بيهيموث، وبيجم على هذا الوحش مجموعه وحوش طائره، بس الوحش العملاق ده بيقضي عليهم بهجوم واحد بس، وهجومه ده بيستخدم فيه عنصر الرياح. وفي الليل ابيل بيحكي لبطلنا عن الديامس اللي عندهم، فبطلنا بيفرح جدا 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 وبيقول له ايه ده يا عم ابيل، انا نفسي اروحه. بيقول له يا عم ما تقلقش، لما نوصل انا هوديك هناك. هو انت يا ريو تعرف الاقزام والالف؟ لو انت ما تعرفش، الاقزام هم صناع ماهرون ومقاتلين اشداء في مجموعه عندنا، اما الالف مفيش غير واحده بس في بلدنا، لان هم بيعيشوا في الغابات ومش بيتحركوا منها ابدا. ومره اخرى بيوصل وحش عندهم، بس الوحش ده مختلف تماما عن كل اللي فات. العيال بتشوفه حرفيا مفيش رمشة عين بس يا جدعان. العيال بان عليها توتر، محدش قادر يتحرك كأنهم صنم واقف، بس سريع سريع بيرموا لحمة في السماء فبياخدها وبيمشي. والعيال ما حصلهاش اي حاجة، بيعدوا من الجبال وبيشوفوا وحوش بتاكل في بعض. ايه يا عم ابيل نهجم عليهم ولا ايه؟ بيقول له لا 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 ما نقدرش نهجم على دول اقوى مننا وبمراحل يا ريو. انت عشان تقدر تصطادهم اصلا محتاجين 20 صياد محترف، وحتى مع كل ده ممكن نخسر برضه. بطلنا مش بيديله اي اهتمام، تخسر مين اللي يخسر؟ انا ما اعرفش الخساره ابدا يا عم ابيل. وبيروح عشان يهجم على الوحوش واسمها هو البيهي بهجوم جليدي. بطلنا بيثبتهم في الارض، ابيل بيهجم بس الوحوش بتتفادى وبتطلع في السماء. بطلنا بينزل عليهم رماح جليد من السماء وبيهزمهم وبكل سهوله. ابيل مستغرب جدا جدا جدا، ايه ده يا عم ريو برضك؟ ايه يا صاحبي صباح الفل، انت ازاي قدرت تعمل سحر وتنزل جليد من فوق ده اللي هو ازاي؟ بعدها الرجاله بتروح تجمع غنائم وبيجي مجموعه تانية من نفس الوحوش، ولكن يا صديقي كالمعتاد ابطالنا بيحط عليهم. بعدها ابيل بيحدد الاتجاه اللي هما ماشيين عليه، بيوصلوا للمكان ده فبياكلوا فيه وبيتكلموا عن نقابة الصيادين. بينصح ابيل ريو انه يدخل النقابة لان ليها مميزات كتير قوي وفلوس ودنيا وتقدر تبيع الاحجار السحرية واجزاء من الوحوش والكلام ده كله، ولكن عشان يستفيد قوي لازم يكون خيميائي. بعدها بينزل لريو طبق كاري، الولا بيفرح قوي وبيدخل في الطبق شمال. حتى ابيل بيدخل هو كمان ما بيرحمش الطبق. وبعد شوية وبعد قطع اميال وايام بيوصلوا اخيرا الى بلدة ليون. ابيل لسه داخل فبيسلم على حارس الامن وبيفرح جدا جدا ان ابيل لسه عايش، لان زي ما انت عارف السفينه انهارت بكل من عليها. وبيسلم على ريو ايضا، وابيل بيعرفه ان ريو ده هو منقذه. بعدها ابيل بيروح للنقابه عشان يسجل الولا ريو ويرفع مستواه. هو المفروض يبدا من المستوى الرابع، ولكن مع الواسطه وكده بقى ممكن يكون من المستوى دي. وكل لما بترتفع رتبه الصياد بيتيح له قبول مهمات اصعب وفلوس اكتر واكتر. بيوصلوا اخيرا للنقابه فبيدخل ابيل ولا كانه رونالدو يا صديقي، الكل حرفيا ابيل الفنان بتاعنا طلع عايش. يا ابيل
ريو من كتر الزيطه والحب وكل ده بيطلع شويه لان الاضواء كلها مع ابيل، فسابه يعيش اللحظه. وهو ماشي بيعدي من جنب بنت الالف دي، بتبص عليه ومش بتكلمه، بتلاحظ ان لبسه ده من ملك الجنيات، فبتقول انه اكيد شخص مميز جدا وحصل على استحسانه كمان، وبتمشي وبتسيبه. بس ريو مش فاهم اي حاجه. ابيل بيطلع جري وبيجيب ريو من قفاه وبيعرف الكل على ريو انه الراجل اللي انقذ حياته وهيكون صياد معاهم من النهارده. وبنفس المشهد ولكن لريو: يا منقذ ابيل، اهلا بيك، اهلا وسهلا، انت اللي انقذته. وطبعا الكل بيحب في ريو. ابيل بيروح يسجل ريو وسجله فعلا بالرتبه دي، وبعد شويه كلام السكرتيره طبعا بتوافق، فبيروح ابيل لزعيم النقابه عشان يتكلموا عن ريو. بيدخل زعيم النقابه بيلاقي ابيل بيقع من الفرحه انه لسه عايش، وبيتعرف على الساحر وهو ريو. وزعيم النقابه اسمه هو هيو، وبيشكر ريو على اللي عمله. فبيقول ابيل انه عايز يخلي ريو من الرتبه دي لان ريو اساسا اقوى منه وبمراحل. بيقول له الزعيم: اهدى 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 وما تتحمسش قوي من بس اللي اقوى منك يا عم ابيل. بعدها ابيل عشان يثبت له بدل ما يضيع وقت بيوري له الغنايم اللي جمعوها، فبيتفاجئ جدا الزعيم من اللون اللامع والشكل المبهر جدا لان حاجه زي دي من تصنيف عالي. فبيسالهم: هل دي من وحوش الوايفرن؟ فبيقول له ابيل: ايوه. بيقول له: ازاي ده انت محتاج جيش كامل عشان تقدر تطيح بالعدد ده. وبعدين ثانيه يا عم ابيل، العدد ده كله لو جه هنا هيبيدنا كلنا، ده ممكن يمحي البلاد. فبيقول له ابيل: ما تقلقش لاننا لقيناهم عند جبال الشؤم، هي دي الجبال اللي كان بطلنا والولا ابيل موجودين فيها. وعشان تكون عارف يا صديقي، مش كل لما تمشي تقابل وحش، لا والله، ده كان مكان معين واسمه هو جبال الشؤم. والوحوش دي ماشيه بمبدا البقاء للاقوى، الكل بيقتل في كله. والجبال دي اتسمت بجبال الشؤم لان مفيش حد قدر يدخلها ويطلع منها سليم. زعيم النقابه بيوافق على طول بعد اللي سمعه. والوقت بيجي سكواد الولا ابيل بتدخل لين وبتقع على الارض بنفس المشهد بنفس الفرحة. وبعدها البنت ريهيا والشاب ده هو وورن. الكل بيفرح برجوع الولا ابيل، بيطلعوا يقعدوا مع بعض. والوقت مراسم دخول الاسطورة ريو للنقابة. السكرتيرة اسمها نينا، بتروح نينا عشان تجيب الورق بقى وتسجل بطلنا بقى وتعمل الكلام ده كله. وسكواد ابيل هو اسمه فرقة السيف القرمزي، احسن سكواد في البلد والاكتر شعبية كمان. بتدخل نينا وفعلا بتسجل ريو، وهيكون لي مسكن مع ناس وهيروح للدماس من اول بكرة مع الصيادين المبتدئين. الميعاد وهو الساعة 9، وبتديله بطاقة النقابة. وتم الآن تسجيل ريو وبشكل رسمي. وبعد شويه بيطلع الولا ريو يقابل ابيل. هما الاتنين ماشيين، بيقرر ابيل ان هو يجيب عصايه للولا ريو. فريو مستغرب جدا: هو انا ليه هجيب عصايه؟ انا مش محتاجها اساسا. ابيل بيقول له: لان انت ساحر وانت مش معاك عصايه، لازم يكون معاك عصايه. بيقول له ريو: لا انا مش محتاج عصايه، انا اصلا معايا سيف اهو، شايف يا ابيل؟ ابيل بيقول له: ايه ده معلش. الولا ريو بيسأل ابيل اسئله كتير عن البلاد والاحوال والكلام ده، وقاعد الوقت حاليا وبيتساءل ان اليوم فيه 24 ساعه والاسبوع 7 ايام والشهر 30 يوم، يعني زي الارض تماما. وبيقيس الهدوم بالسنتيمتر والكاري موجود برضه. اكيد ده كله مش صدفه، معنى كده ان في شخص تاني عمل زي بالظبط وجالي العالم ده وكان ليه تاثير كبير جدا. وبعد شويتين الولا ريو بيروح للمكان اللي هيسكن فيه، بيسلم على الموجودين وبيتعرف عليهم. ده هو نيلز والتالي هو ايتو، بيسلموا على ريو. وبعدها بثانيه بيدخل صياد جديد لسه متسجل حالا. الولا جاي من العذاب طازه، حرفيا اتعذب جابه هنا، وهو امون وعمره 16 عام. الولا صغير جدا ان هو يكون صياد، بس عيلته ماتت فقرر ان هو يكون صياد عشان يكون اقوى بكتير. امون وريو هيروحوا بكره للديماس مع بعض. هنا الولا ابيل مع فرقته حكى لهم عن ريو. البت لين بتقول له: مستحيل اللي انت بتقوله، مستحيل مستحيل. انت بتقول ايه يا صاحبي؟ صباح الفل يا عم ابيل، صح ان الجليد من الميه وكل حاجه، بس هو رقيق جدا جدا، حتى سيف الرياح يقدر يحطمه. وانت بتقول ان ريو صاحبك ده صنع نسخه سميكه منه في الهوا، في الهوا يا مفتري. لا وايه كمان، وقعت على عدو قتلته. ايه يا عم صباح الفل، انت شارب ولا ايه يا ابيل؟ بيقول لها: يا بنتي لا يا لينا بالراحه، اولا ده اللي حصل قدام عيني. بتتعصب عليه جدا وبتقول له: اولا ما تقدرش تجسد السحر الا في نطاق قريب من الساحر. انت مش بتقول ان هو جسد تعويذه وبس، لا انت بتقول ان هو جسدها من بعيد كمان، ده مستحيل يا عم ابيل، فاهم؟ بيقول لها: خلاص بالراحه بالراحه انا فهمت. البت ريا بتهدي لين وبتقول لها: على الاقل ده اللي شافه ابيل واحنا عارفين ان ابيل مش بيكذب. بتكمل لين كلامها وبتقول ان هو مش معقول برضه طعن الوايفرن بالرماح من الجليد.
ليه يعني ليه؟ يابا عشان تكون عارف الوايفرن عندهم حواجز رياح بتصد السحر، فبيقول لها ابيل عندك حق وانا عارف كده، بس ده اللي انا شفته بعيني. بتقول راهية الشخص الوحيد اللي يقدر يعمل كده هو ساحر اللهب المتفجر اللي بيقدر يحرق 1000 جندي بتعويذة واحدة، ويحول وايفرن لرماد بتعويذة واحدة، ويقضي على بلدة كاملة بتعويذة واحدة. ولكن دي كلها اشاعات. العيال بتقول لو كلامك صح يا ابيل معنى كده ان ريو شخص استثنائي، ولو قرر يقف ضدنا مش هنقدر نقف قدامه ولو ثانية واحدة، ولو اجتمعنا عليه كلنا. فبيقول لهم لا 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 ده مش هيحصل ابدا. بيقولوا له ليه ومالك واثق قوي كده؟ بيقول لهم الموضوع بسيط عشان اسم الامبراطورية. فبيقولوا له معلش ايه ده يا غالي، صباح الفل، اسم الامبراطوريه هيحمينا من ريو؟ انت عبيط؟ بيقول لهم لا 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 الولا ريو بيحب اسم الامبراطوريه بتاعتنا فمستحيل يأذيها. هنا الرجاله قاعدين في الدوره التمهيديه للدماس عشان يدخلوا بعد الظهر. بطانه بيسأل الاستاذ سؤال قبل ما يمشي، هل في طريقه للنقل الفوري يقصد الانتقال الآلي؟ فبيقول الاستاذ ان ده موجود في المقاطعات الجنوبيه، ولكن مفيش حاجه زي دي موجوده في ديماس لون. وديماس لون في وسط المدينه، او بمعنى اصح المدينه اتبنت حواليه عشان كل عدة أعوام بتتضاعف أعداد الوحوش في الدماس بشكل مفاجئ وبشكل جنوني، وعشان كده تم بناء جدران مزدوجة عشان يمنعوا الوحوش من الدخول للمدينة. وتبدأ الآن رحلة استكشاف الدماس. أمون وبطنة ماشيين فبيلاقوا نملة. الولا أمون بيرفع سيفه وبطنة برمح جليد بيثبتها في مكانها، وأمون بضربة واحدة بيقضي عليها وبكل سهولة. بيروحوا ياخدوا الحجر السحري بتاعها عشان يطلعوا بأي مكسب بقى، وبينتهي اليوم والعيال بتروح. ريو وأمون بيقرروا يروحوا تاني بكرة، بس ريو دماغه مشغولة بالنملة اللي قضى عليها لأن المستوى الأول ما فيهوش أي نمل. طب ازاي النملة دي وصلت هنا؟ فبيجي أبيل من وراه وبيجاوب على السؤال وبيقول له لأن النمل بيقدر يحفر أنفاق لحد المستوى الأول. العيال بتشوف أبيل مش مصدقين نفسهم. وات هيل، أبيل قائد السيف القرمزي شخصيا هنا بيقوموا كلهم يسلموا عليه. وعشان تكون عارف ابيل بالنسبه لهم اصلا قدوه، عشان كده هم بيحبوه. هو لسه راجع هو وسكواده من مهمه ورايحين يقولوا تفاصيلها لزعيم النقابه. وفي اليوم التالي امون وريو راحوا للدماس يصطادوا، وامون مستواه اتطور شويه بيقدر يقتل وحركه، والتاني رايق رايق يا عم امون. وطبعا كل ده بمساعدة مين؟ اكيد ومن غيره هو بطلنا. وفي اليوم التالي ريو بيروح للمكتبة عشان يدور على كتب فيها معلومات عن الخيمياء، فبيلاقي كتب كتيرة قوي بيروح عشان يقرأها. وهو قاعد في نص البلد الدنيا بتضلم وإذ به بكسوف الشمس. ريو لسه واقف بيحس بشعور غريب، وفي ثانية هجوم نار الصاروخ على ريو، لكن ساحر الماء ريو بيصد الهجوم وبالصعوبة لتظهر له هذه الأكومة. أكوما يا جدعان هي تستخدم عنصر النار أمام عنصر الماء وهو ريو، ومن غير أي تضييع وقت كرة نار عملاقة على ريو. ريو بيعمل حواجز من الجليد وبيقدر يصدها، بس بأصعب من الصعوبة. السحرة بتديله رصاصة من الرياح وبتقطع جسمه، ولكن بطريقة ما اللبس اللي لابسه ريو ده بيحميه من الموت حرفيا حرفيا. ليه يا شربو؟ لأن الرصاصة كانت متوجهة في قلبه. الأكوما بتقلب الموضوع وبتسل سيفها وبتروح زي الصاروخ على ريو تديله ضربة، بس بيتفادى. بيعمل عليها مليار رمح جليدي، بس الفنانة صاروخ أرض جو بتتفادى كل الضربات وهي ميتة من الضحك. البنت بتموت ضحك، بتطلع وتديله بس بيصد تاني، تديله بس بيصد تالت. وبعدها بتلاحظ السيف اللي معاه وبتقوله هو انت ملك الجنيات اداك السيف ده؟ هو انت مين ياض؟ لابس لبسه وسيفه. بس البنت مش بتستغرب كتير، بتطلع كرة نار تاني، بس ريو في اقل من ثانية بيعمل مياه وبيطفي الكرة. بتقوله ايه ده ايه ده ايه ده، انت ازاي قدرت تعمل كده؟ يالا ده انت وحش بجد. بيقولها بجد انا اللي وحش؟ انت اخطر مني بمراحل. بتروح تاني عشان تقتله مرة 2 3 4 5، ولكن ريو بيصد وبيعمل هجوم، بيصد وبيعمل هجوم، بيعمل هجوم جليد من على اليمين ومن على اليسار واستر يا ستار ومن السماء كمان جليد وضربات ضرب مفيش اي رحمة حرفيا. البنت فعلا بتتصاب بخدوش وبتطلع هي كمان عشان تقتله بالسيف، وجروحها بتروح في ثواني وبتضرب ريو وبتوديه في الجدار. بترفع تاني كرة نار، بتلاقي مياه نازله من فوقها والبنت مش بتستحمل الميه ابدا، فبتعمل انفجار شامل للمكان. وبعدها بنلاحظ ان الشمس على وشك الظهور مره تانية، فبتنهي القتال وبتقول لريو انا مش فاكره اخر مره قدرت اقاتل فيها شخص كده امتى.
انت كنت ممتع قوي قوي ايها البشري. انا هي ليونور اوراكا، وانت اسمك ايه؟ بيقول لها اسمي هو ريو يا اكوما. بتقول له هنتقابل تاني يا ريو، هنتقابل تاني. بيقول لها بصراحة انا ما اتمناش كده ابدا. بتقول له لا 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 لا، هنتقابل عشان قوتك دي، سواء كان مني او حد مننا. بس اسمع يا ريو، ما تخليش حد يقتلك، لان انا اللي عايز اقتلك يا ريو. هكون اقوى من كده في لقائنا الجاي، فاهم؟ وبعدها الاكوما بتمشي. ريو مروح البيت، بيبص من الشباك بيلاقي مجموعه من المتنمرين ماسكين صحابه نازلين فيهم اهانه ما بعدها اهانه. وفي ثانيه ريو بيخلص عليهم كلهم. هو في ايه؟ احنا لسه هنضيع وقت؟ لا والله، في شخص واحد هو اللي واقف بيروح يضرب ريو. بس تضرب مين يا صديقي؟ ده عند ماما يالا. ضربه من ريو بينيمه جنب اخواته، وبعدها بيروح يتعارك من المعركه اللي كانت بينه وبين الاكوما. ومش بيقول لاي حد خالص عن الاكوما، وبيقرر انه يعرف اكتر واكتر عن الاكوما عموما. وهنا سكوادنا كالمعدات في الدماس بيطوروا نفسهم، بس بعد قتل ومحو الوحوش اللي قدامهم بيستغربوا ان في وحوش مش في مكانهم. يعني هي شربوا، يعني مثلا يا صديقي وحش جلوبيم المفروض يكون في الطابق ال 12، لا هو موجود بقى في الطابق الخامس، تمام؟ عشان تبقى فاهم. فبيقرروا يمشوا على طول عشان يبلغوا النقابة. فبطلنا بيقرر يرجع يتمرن بسبب قتاله مع الاكوما ليونير وسحرها الخرافي حرفيا. بيعرف نقاط ضعفه ونقاط قوته ايضا، وبيقرر يطور الاتنين. قاعد بيفكر في طريقة تخليه اسرع من اللي هو فيها، فبيفكر في مسدس مية مضغوط، وفعلا بيعمل حاجة شبيهة كده ولكن ملهاش اي لازمة. وبنرجع للبنت لين بتدور وبتبحث في كل الكتب عن كتاب سحر او معلومة سحر. بتدور وبتبحث في كل الكتب عن سحر بينشئ جدار جليدي كثيف في الهواء. قصدها يا جدعان تعرف اكتر واكتر على كلام الولا ابيل، لان لحد الان مش مصدقة اي حاجة، وان الكلام ده يحصل اساسا مستحيل. بس البنت مش لاقية اي حاجة ابدا، مش مصدقة ان في حاجة زي دي تحصل. رموح جليد ايه اللي تطلع من فوق ده؟ حتى المعلمين ما يقدروش يعملوا كده الا لو كان ده سحر اصلي. بس انك تعمل تعويذ كده فما فيش غير شخص واحد بس، هو ساحر الجحيم التابع للامبراطورية. وبنرجع لسكوادنا وهو في النقابة بيعرفوا البنت نينا عن اللي شافوه واللي بيحصل في الدماس. بتروح بسرعة لزعيم النقابة وبتقول له على الاخبار، فبيقول لهم على طول ان لازم فرقة السيف القرمزي وفرقة اللواء البيضاء يتجمعوا حالا. فبيوصلوا سريع سريع فعلا. ده فيلبيس قائد فرقة اللواء البيضاء، واللي هيحصل دلوقتي هو كالآتي: السيف القرمزي واللواء الأبيض هيدخلوا للدماس وهيشوفوا هل في إشارات للفورة المدية الأسطورية، وهي يا صديقي تزايد أعداد الوحوش بشكل مش طبيعي. آخر مرة حصلت من 10 سنين، فممكن تحصل السنة دي ولا حاجة يعني. وريو الآن في طريقه للمكتبة الشمالية، بيدخل عشان يبحث عن كتب الخيمياء والأكوما كالمعتاد، بس مش عارف يدور فين يروح فين. المكتبة دي ضخمة قوي قوي قوي. ونعود للدماس. زعيم النقابة لسه راح يدخل، ولكن الولا ابيل بيقول له استنى يا زعيم. بيقرب من الباب وبيقول اكيد في وحوش، انا حاسس بكده. فبتستعمل البنت لين سحرها وبتعرف ان في اعداد مهولة من الوحوش. زعيم النقابة بيقول خلاص عرفنا كل حاجة، الوقت الكل ينسحب ويبلغوا بقية الفرسان، ونقابة الوحوش هتوصل في اي لحظة. بيقفلوا ابواب الدماس بكل حاجة، وبيعرفوا كل الصيادين عشان يتجهزوا للحرب دي. وبنرجع لبطلنا وهو بيتعرف على البنت سيرا، فبيسألها ريو عن الكتب، فبتقوله تعالى من هنا. وهم في الطريق بنعرف ان البنت سيرا من الرتبة بي، وبتستعمل سحر الرياح ايضا. ونعود الى الحرب اللي هتحصل. الرجاله على اتم استعداد للكارثه التي امامهم. الجوبلين بيطلعوا والبشر هتك يا سهام، اسهم واسهم اسهم هنا وهناك، دفاع ضربات، حاسب يا ابني اضرب يا ابني، عالج يا ابني، حاسب من هنا اضرب، ما ترحمش. البشر مكتسحين الجوبلين، بس الجوبلين اعدادهم كبيره جدا جدا. زعيم النقابه بيقول اكيد في وحش ضخم موجود ورا الاعداد الكتيره دي. وعلى غروب الشمس الرجاله بتنتهي من كل الجوبلين الضعفاء، محوهم من على الارض، وبينزلوا حاليا عشان يقاتلوا من قريب الباقي. وهم ماشيين بيظهر قدامهم مش وحش واحد، لا والله 3 جوبلين اضخم من بعض. بس العيال بتقول اكيد ده مش الزعيم، في شخص اعلى منهم. ابيل بيروح على واحد وبينهي عليه وبكل سهوله.
ابيل بيحس هجوم جاي عليهم كده، بيحذر الكل ان هم ينبطحوا، وفعلا العيال بتنزل والهجوم بيشيل بقيه الجوبلين الضخام، وبيظهر امامهم البيج بوس. العيال بتروح عليه ضربه كده ولا كده بس مش قادرين يعملوا اي حاجه. ابيل بيروح في المقدمه وبيقرب منه وبيعمل تقنيه الظل الكامل، بيتفادى وبيديله الطعن الكامل وبيصيبه. بعدها هجوم سحر من لين بترميه على الارض، وقدروا ينتهوا من الكارثه وبنجاح تام وبدون اصابه اي بشري. وريو بيكون خلص هو الاخر مع البنت سيرا وفي طريقه للبيت هو كمان. وبعد الانجاز الاسطوري للرجاله، احتفالات بقى دنيا بقى ودلع دلع ما بعده دلع. بطلنا ريو رايح ومستغرب، ايه يا رجاله صباح الفل؟ لا طب مساءه، طيب ايه اللي بيحصل؟ سأل وعرف كل حاجة. العيال بتشيد قوي قوي بالولا ابيل وقوة ابيل، وبالذات ان هو اللي ضرب الضربة القاضية للوحش، يعني جمدان ما بعده جمدان. بيوصل ابيل وبيقول دي تقنية تفادي اي هجوم من بعيد، وحتى السحر برضك، والمهارة اسمها الظل الكامل. هنا البنت لين بتقول انا عندي سؤال يا ريو، هو انت فعلا تقدر تعمل جدار جليدي في الهواء؟ بيقول لها ايوه اقدر اعمل كده، واعتقد ان اقصى حاجه اقدر عليها هي 40 متر تقريبا، بس الموضوع مش بسيط ابدا، ده اخد مني وقت عشان اقدر اعمله. فبتقول له معظم الناس ما تقدرش تعمل كده اصلا، وقت ولا مش وقت. فبتساله سؤال تاني وبتقول له هل دي تعويذه اصليه يا ريو؟ يعني ترانيم التعويذه، الترانيم يا جدعان الكلمه اللي بيقولها عشان السحر يتفعل. تمام. فبيقول لها لا، الترانيم او التعويذات دي انا بقولها بنفسي، اي اسم بيجي في دماغي بقولها، تمام، عشان تكوني فاهمه. طبعا الكل مستغرب، ايه ده يابا؟ لا لازم ترانيم عشان تطلع السحر اللي انت بتقوله ده. ولحظه يا صديقي عشان افهمك، هنا في العالم ده كل تقنيه ليها ترنيمه. يعني مثلا عايز اطلع جدار، هقول الجدار الجليدي من المستوى التاسع يطلع شكل معين، لا جدار جليدي من المستوى العاشر ايضا يطلع شكل معين، رياح بقى نار، كله اي حاجه لازم تعملها بترنيمه معينه. بس على عكس تماما اي اسم بيجي في دماغ بطلنا بيقولوا ميه متصلبه، ميه متجمده، ميه بترقص، ميه بتلعب، اي حاجه وبتحصل. وده من اول القصه اصلا، يعني مثلا شكل المياه السابع وبعدها نفس الهجوم بس باسم تاني، بس باسم تدفق المياه والحاجات دي كلها. ابيل بيقول قلت لك يا لين ما صدقتنيش، الاسامي اللي بتعجبه بيقولها وانا اخدت بالي من اول ما شفته. هنا الرجاله قاعدين، ايه ده يا عم شربو؟ ده جروب العواطليه. ايه ده يا شربو مش فاهم؟ مش في سكرتيره هنا؟ هقول لك السكرتيره راحت تشتغل مع البهايم. لا استنى يا عم شربو، دول صيادين يابا ومغامرين وشغل 24 ساعه. اقول لك يا صاحبي ما هو الدماس مقفول، مش كانوا بيحاربوا من شويه؟ لازم يتقفل واقل تقدير لمده شهر ولا 2. بيجري وبيعرف ان هم عطلانين وبيفكر يديهم مهمه، وهي كالاتي: ان الرجاله تلاقي مكان ويقدروا يجمعوا فيه خام النحاس السحري خارج الدماس. فالعيال بتقوله فعلا في منجم مهجور قريب وجنب قريه اسمها الروسي، وهو على بعد يوم واحد من هنا. ريو هيدفع 4 قطع ذهبيه لكل شخص فيهم، بغض النظر عن الحاجه اللي هم هيجيبوها. جابوا لك 4، ما جابوش لك 4. طبعا الرجاله بتوافق على طول، ده كنز يا جدعان. وهنا انقلب السحر على الساحر. الولد اللي كان بيتنمر على رجالتنا ماسكين اخته وبيتنمروا عليها وعايزينها بالعافيه. تمام. ريو بيبص عليهم، الشخص اللي قدامه بيمسك اخته وبيقربها عليه، الولد بيزق شخص فيهم، الولد التاني بيروح يرفع السيف عليه عشان يقتله. بس تقتل مين ياض؟ بيظهر فيليبس وبيديله على عينه مره والتانيه كمان، واسمه الكامل هو فيليبس هاينلاين. بعدها العيال بتجري من قدامه، وهنا البنت والاخ بيشكروه عشان دافع عنهم. وبعدها وهو معدي بينادى على ريو وبيقول له عاش عليك يا عم، اللي انت عملته ده هو الصح. وبطلنا بيبدأ التعرف عليه، ففليبس بيقول له ان هو عارفه من كلام ابيل الكتير اللي 24 ساعة عنه، وكمان كلام ابيل ان لو ريو كان موجود كانوا فازوا على الوفرة المادية الاسطورية بشكل اسهل بكتير لو كان معاهم. بتيجي البنت وبتاخد القائد وبتمشي من المكان، وريو بيقول ان الاتنين دول اقوياء جدا جدا. وبعدها ابيل بيروح يطلب مساعدة ريو وبيقول له ان في احد المحققين التي تم ارسالهم الى لون من معارف ابيل القديمة حصلوا على فرسان ملكيين كحراس، ولكن معظمهم فاسدين، والشخص ده مشى لوحده النهارده وابيل بيدور عليه قبل ما يحصل له مشاكل. ريو بيلاحظ شخصين غريبين شوية فبيسأل ابيل بيقول له ايوه يا عم عادي، لان احنا عندنا ديماس خاص، كل فين وفين هتلاقي ناس زي دول، ناس غريبة جايه تتمرن وناس غريبة جايه تصطاد. بطلنا بيقول له يا ابني انت عبيط، الديماس
الدماس مقفول صباح الفل، وبيتبعوا اثارهم، وفي لحظه واحده هم ماشيين ضربه سيف مباغته على ريو، بس بيصدها في اقل من لحظه، وفي اقل من لحظه برضك بيوقع الاثنين والتالت اللي معاهم، وبكل سهوله حرفيا بيعرفوا ان دول صيادين من الرتبه جي من بلد اسمها جيكلير، فبيقرروا يسلموهم لحراس المدينه عشان يشوفوا موضوعهم ايه بالظبط. وبنرجع لفليبس وهو ماشي نفس العيال اللي جروا من قدامه رايحين عشان ينتقموا منه ويقتلوه، فبتظهر ليهم النائبه بس بلهب بتعويذه واحده بس بتحولهم كلهم الى الرماد. وفي اليوم التالي بتيجي مجموعة لزعيم النقابة وبيكونوا عايزين يفتحوا الدماس وياخدوا المغامرين معاهم، وكل دي اوامر من الملك هارولد لورنس، والورق اهو لو مش مصدق يا زعيم النقابة، وعندهم كامل الصلاحية في اختيار مين يجي معاهم ومين ما يجيش. وهل زعيم النقابة بيوافق؟ قطعا لا، لان هو مش مقتنع بكل ده وشايف ان ده غلط الغلط، بس بعد كلام بقى وشوية تسلل بقى وما ينفعش ده امر من الملك بيوافق، ولكن بشرط واحد بس، لو حصل اي حاجة للمدينة او الدماس الصيادين ملهمش اي علاقة نهائي، اي حاجة تحصل هي بسببكم انتوا، ولو مش عاجبكم امشوا خلوه مقفول. ده كلامي، انتهى الكلام. بيكمل كلامه ايضا ان مفيش اي معلومات عن الدماس من اخر مواجهه ضد الوحوش، فلازم يخلوا بالهم لا تحصل حاجه كده ولا كده. بتوصل رساله لابيل والرجاله من الساحره دي، وهي ان فريقهم يساعدوا الملكيين في تحقيقهم داخل الدماس. بيفكر ابيل في حاجه، وهي ان من الطبيعي يقفلوا الدماس، لان زمان فرقه من الرتبه ايه دخلته بعد المديه على طول وما رجعوش تاني خالص، وما كانش ليهم اي اثر. وعلى فكره الفرقه مش طبيعيه، لان قائدهم من الرتبه اس وعنده قوة خارقة كمان، بمعنى اخر محدش عارف ايه اللي هيكون في الدماس بعد الوفرة المدية الاسطورية. بعدها ريو بيمشي وبيسيبهم. البنت دي هي ناتالي ساحرة ماء هي الاخرى، وعيلتها من ارقى الناس في العالم اللي بيستعملوا السحر الماء الاقوى بالمعنى الحرفي. فبتسألها البنت لين وبتقول لها هو انت سمعتي بتعويذة بتنشئ جدار جليدي بعيد عن الساحر مثلا، او بتكون عالية في السماء؟ فبتقول لها البنت لا ما سمعتش بسحر زي ده اصلا، بس السؤال دلوقتي هو في حاجة زي دي اصلا؟ مستحيل. بتقول لها بالعكس مش مستحيل، لان الشخص اللي كان جنبك ده يقدر يعمل كده فعلا. فبيقول ابيل عايز اوضح لكم حاجة، محدش يفكر يقتل ريو ابدا. هقولها تاني عشان لو اتجمعنا كلنا مش هنقدر عليه، ولو كنا مين، ولو واجهتموه في يوم من الايام استسلموا على طول. مفهوم؟ الكل بيوافق على كلامه، وبيقول للبنت ناتالي لو احتجت اي مساعدة وما لقيتش اي حد منهم فتروح على طول لريو عشان يساعدها، وهو هيكون غالبا في الأوضة رقم 10. وبعد التجهيزات والحاجات والبركات وشوية حبشتكنات هيتم إرسال معلومات السحر لفريق التحليل الخيميائي عشان يعرفوا هم في الطابق الكام، هم فين، وصلوا فين، وإيه أخبارهم. بيقول أبيل الخيمياء مذهلة جدا جدا. بيقول له الحاج اللي جنبه وده اسمه هو أرثر إيه أبيل بدأت تهتم بالكيمياء ولا إيه؟ فبيقول له لا 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 مش أنا، ده صديق ليا. وبعدها مباشرة الرجالة رايحة تكتشف الدماس الآن. هنا ريو بيقبض الرجالة حقهم من بعد رحلتهم، وبعد 3 ايام في الدماس العيال وصلوا للمستوى السابع. طب ايه الاخبار الدنيا يا عم الشربو؟ ما لاقوش اي حاجه ولا حتى وحش صغير. حتى الاشخاص اللي من الجامعه الملكيه مستعجلين وماشيين بسرعه، على عكس فرقتنا اللي واخده حذرها وماشيه بالراحه، لانهم مفكرين ان الوحوش اللي جت في الوفره الماديه من المستوى 38. وخليك عارف يا صديقي ان كل الاحجار السحريه اللي اخدوها من الوفره الماديه كانت باهته، افتكر بس المعلومه دي حاليا. تمام. هنا الجماعه الملكيين بيوصلوا قدام بوابه وبينزلوا المعدات واللازم منه وكله زي الفل. اول شخص لسه بيدخل هوب بيتم انتهاله كل من كان في الدماس حرفيا. الكل اختفى من مكانه، وظهر قدام نتال ومجموعة الخيمياء ان القراءة كلها اختفت وكأنهم تبخروا من الدماس. بيوصلوا لمكان غريب. ابيل بيطمن على الكل وكلهم بخير، بس الاجواء المحيطه بيهم غريبه جدا، مش مطمنه اساسا. بيتحركوا الحراس وبيدوروا على اي حاجه، بيلاقوا وراهم مكان اغرب بكتير. وهنا يا جدعان بيوصل كريستوفر بلان وهو خادم من الملك وبيسال عن اللي حصل. بيعرفوا الخيميائيين ان اشاراتهم اختفت وظهرت للحظه بس في المستوى ال40. بيقول لهم فعلا وانا بدخل المغامرين المحليين لسه بيحطوا اول خطوه لقيتهم كلهم اختفوا. بيفكروا حاليا يعملوا ايه، الموضوع صعب جدا. المستوى ال40 ده اعلى حاجه يقدروا يوصلوا لها كانت المستوى 38، وهم حاليا رايحين يبلغوا نقابه المغامرين. الساحره ناتالي بتطلع تجري بسرعه عشان تطلب المساعده، وبتوصل الاخبار سريع لزعيم النقابه، فبيطلب من كل المغامرين اللي موجودين في اليون يتجمعوا حالا، وبيروح بسرعه للدماس. اسيبك بقى مع الاكشن والكلام ده ونرجع لبطلنا اللي قاعد بيدور على كتاب كالمعتاد، وبيلاقي سيرة. بيفرح جدا وهو بيروح يحب فيها وهي بتحب فيه. فبطلنا بيسالها عن
مديها الاسطوريه وشويه معلومات، فهي بتاخده عشان تجيب له كتب بقى وتعرفه المعلومات، وبعد كلام طويل قوي هو مش مهم الصراحه يعني، بس هي بتديله معلومات عن الوفره ولون الاحجار السحريه والبهتان والوحوش وكل ده. ونسيبهم بقى يا جدعان ونرجع للفنان ابيل. هي بتلاحظ ان الجو شبه ساحه الملاذ، ودي تعويذه ما بيعملهاش الا الكهنه، وهي تعويذه دفاعيه ممتازه تقدر تصد كل الهجمات السحريه والجسديه، وكمان الاحتمال الاكبر ان هم متحاصرين بحاجز او حاجه شبه كده، وشكله ضخم جدا لانهم مش عارفين فين بدايته وفين نهايته. السحاره بتاعتنا بتفعل سحريه تاني عشان تلاقي اي شخص هنا ولا هنا، بتحس فعلا بعدد اشخاص على بعد 500 متر وعددهم يقدر بالالاف، وجماعتنا رايحين عندهم عشان يعرفوا مين دول ولا ايه اللي بيحصل. وبنرجع لزعيم النقابه وهو في موقف يحسد عليه، هو مش عارف يعمل ايه بالظبط لانهم في المستوى ال40، وخليك عارف يا صاحبي ان هو لو جمع كل المغامرين مش هيقدر يوصل هناك حاليا، وهم حاليا مش عارفين يساعدوهم يعملوا ايه بيعملوا ايه، فبيعملوا حاجه واحده، ايوه بيتمنوا انهم يطلعوا بالسلامه وما يحصل لهمش اي حاجه. سلامه ايه يا عم، العيال ندمانه كل الندم ان هم دخلوا اساسا، الكل بيموت بلهب الشيطان على الكل، بيكسر حتى الحواجز اللي قدامهم، مجموعه شياطين محاصرين المكان بالكامل، البشر بيروحوا يهجموا عليهم، بس بتعملوا ايه يا عم انت كمان، نيران لهب قتل والذبح والضرب، وما فيش اي رحمه ابدا من الشياطين. واعرف ان الشياطين في العالم ده مناعه ضد السحر وقويه لابعد الحدود. فريق ابيل بمساعده ارثر بيعملوا خطه، اولا رامين الاسهم بيهجموا فعلا وبيقدروا يسيبوهم وبيرموهم على الارض، بيقفوا الشياطين تاني هجوم عليهم، بس البشر بيعملوا حاجز دفاع وبيقدروا يدافعوا، وهجوم تاني من البشر بالرماح بتدمر الشياطين، ما بيرحموش حد نهائي. ابيل بيحس كده ان في شخص مختلف تماما عنهم، قوته عاليه جدا، ورامين الاسهم لحد الان شغالين ضرب فيهم. بيدخل بقى سكواد ابيل ورن بيدفعوا بيضرب اتنين، وابيل بيدمر شيطان والتاني والتالت، والسحر بيتضرب يمين لا يسار وبيقلبوها دمار فوق الكل. اقتل يا ابني، صد يا ابني، عاش يا ابني، رماح يا ابني. وفعليا فرقه ابيل عامله اداء عالي عالي عالي، بيقدروا يتوهوا باكتر من شيطان، بس البنت لين بتتعب وبتقع على الارض، واتبقى بس يا صديقي 6 شياطين حاليا. بتقول يورها خلي بالك ده زعيمهم، واعتقد ان هو امير الشياطين. العيون مختلفه اللون دي من علاماتهم، يعني اللي قدامنا دلوقتي ملك شياطين بس قوته مش كامله لحد الان، وبيتقال ان ما ينفعش يكون في اكتر من 4 في وقت واحد، يعني اللي قدامك ده 1 من 3 وهيبقى هو ملك الشياطين، ومفيش اي معلومات عنه لان محدش قدر يهزمه نهائي. ابيل بيقول مش مهم، هكون انا اول واحد ههزمه. بيروح فعليا قدامه وبيروح وبيقتل اول شيطان والتاني، وفعلا امير الشياطين بيهجم عليه، بس ميريا بتتفادى الهجوم في ثانيه، وبيكون قدام ابيل وراح يضربه، بس الحراس اللي وراه بتديله بهجوم سحري، بس الهجوم ده مش بيأثر ابدا فيه لانه منيع ضد السحر. وبقيه الشياطين بتهجم بكل قوتها وبتقتل بقيه البشر وبتضرب حتى فرقه ابيل. الشيطان بيهجم على ابيل، بيعمل ابيل الاختفاء الكامل وبيمسك سيفه وراح يشير راسه، بيتفادى الشيطان هجومه وبيضربه وبيرفع سيفه عشان يقتل ابيل، بس ابيل ما يموتش ابدا. وريو موجود فين يا عم الشربو؟ هقول لك موجود فوق الراس امير الشياطين، وبيمس على ابيل وبيقول له ابعد بقى يا عم ابيل، انا هتولى انا الامر، الموضوع سهل عليا قوي. بيقول له ابيل مش سهل خالص يا عم ريو، ده امير شيطان محدش يقدر عليهم. بيقول له بس انا اقدر. الشياطين بتهجم على ريو بسحرها، ريو بيصد سحرهم بالرماح من الجليد، وبعدها مسدس مياه قتل 3 شياطين مره واحده. بيقف قدام امير الشياطين وبيسل سيفه، ولانا ريو امام امير الشياطين وجها لوجه. وعشان تعرف ريو ازاي جه هنا ودخل الدخله الفخمه دي كلها، اعرف يا صاحبي ان البنت ناتالي هي اللي جابت ريو وشرحت له كل حاجه، فريو على طول جالي المكان. طب استنى يا شرب، استنى، انت قلت ان الطابق ال40 صعب جدا، ده لو كل المغامرين نزلوا مش هيقدروا عليه صح؟ فازاي ريو نزل؟ هقول لك يا صاحبي، لو العالم كله ريو غير، فتح فتحه في الارض ونزل في ثانيه لثانيه قدام امير الشياطين، رفع سيفه الامير بهجوم اول. لا مستني ايه يا صاحبي، خلاص كده ريو شال راسه، بس كده خلاص. هتقولي لا انت بتهزر يا عم الشربو صح؟ هقولك فعلا الموضوع مش سهل. امير الشياطين بيرجع راسه تاني وبيقف قدام ريو بيعمل عليه هجوم مائي، مليون رشاش ميه بيخترقوا جسم الشيطان وبيكسروا الجوهر اللي جواه، وقضى عليه بكل سهوله برضه. ارثر والكل بيشكروا ريو بقى حبيبنا بطلنا والكلام ده كله. بيجمعوا جوهر الشياطين فبيلاقوا الحجر لونه اسود، ودي اول مره يشوفوا حجر سحري باللون ده لان محدش قتل امير شياطين قبل كده. وبنرجع للعكومه وهي بتظهر قدام مجموعه من البشر، والبشر هم اللي استدعوها على اساس ان هم استدعوا ملك الشياطين، هم عايزين يقتلوها لانهم مفكرينها ملك الشياطين، عشان هم ضحوا بناس كتير قوي عشان يستدعوها، وبكده استدعوا ملك الشياطين عشان يخلصوا العالم من شره. فبتسألهم الأكومة وانتوا مين عشان تستدعوا ملك الشياطين؟ فبيقول لها انا البطل رومان، الراجل اللي هيقتل ملك الشياطين.
بتقول له بجد؟ لا بجد يعني؟ ما تضحكنيش يا عم رومان، بس طالما كده يبقى انت قوي يلا بينا نلعب شويه. هلا بس يا صاحبي ضربة سيف قتلت رومان. ايوه خلاص كده رومان انهزم، والاكومه بتختفي وبتظهر ورا الساحره وبتحذرهم من اللي بيعملوه، وبتعفو عنهم المره دي عشان الجوهر الاسطوري ده، وبتعرفهم ان هي مش ملك الشياطين ولا حاجه، فبيقولوا لها مستحيل، انت قويه جدا جدا. الاكومه بتبعد وبتقول لهم لو انتوا تعاونتوا مع بعض هتقدروا تهزموا ملك الشياطين الحالي، وكمان في بشر بنفس قوتي واسمه هو ريو. القتال اللي كان معاه كان ممتع جدا، وانا اسمي هي لونيور. حاول تكون قوي يا عم البطل عشان لما نتقابل نتقاتل تاني، بس يلا انت محتاج مليون سنة عشان توصل لمستواي يلا. ويلا مع السلامة، وبتمشي من المكان، وبنرجع لقابله الرجالة وبيوصلوا للطابق ال11 وبيلاقي ناس مستنياهم فعلا وهم مغامرين مليون. الدنيا بقت تمام وزي الفل حاليا. زعيم النقابة بيظبط كل حاجة وفرحان جدا ان قابيل بخير هو وفرقته. بيعرفوا ارثر ان لولا الساحر ريو كانوا ماتوا كلهم، فبيقولوا زعيم النقابة هخلص كام حاجة وتعالى نتكلم لوحدنا. وبعد شويتين بيتكلم ارثر مع زعيم النقابة عن قوة ريو، انه هزم امير شيطان لوحده، لا وبل بكل سهولة كمان. فبيتساءل ارثر عن ريو ده بقى وهو مين وتبع مين وعايز يعرف عنه اكتر. فبيقولوا زعيم النقابة ان هو ما يعرفش عنه اي حاجة غير انه ساعد قابيل وهو راجع من مهمته خلف جبال الشؤم، وهما الاتنين حاليا بيفكروا يضموا ريو ليهم لانه ساحر اسطوري وهيفيد البلد في المستقبل. وبيقول له ارثر ان الموقف اللي حصل ده محدش يعرف عنه، عشان لو حد عارف هيهتم جدا بريو وممكن يلعب في دماغه ويخلي ريو يبعد عن الطريق الصح. وهنا ريو والرجاله وكالمعتاد تمارين الصباح، وبعدها برضك بيروح ياكل وبيلاقي سيرة هاتلي كاري يا حاجه، بتقول له اتفضل يا ابني. بيتكلم معاها بقى وشغالين اكل بقى والدنيا دي كلها. ومعلومه على السريع، سيرة هي معلمه المبارزه لتنظيم فرسان لون، وبتتحدى ريو في قتال بينهم الاتنين. سيرة اقوى مبارزه في لون كامله قدام المتوفي ريو، بتعلمه شويه حركات قبل ما تبدا وبتقول له يلا يا عم ريو، بيقول لها يلا، وفي ثانيه لثانيه بتروح تضربه بس ريو بيصد وبعدها بيتفادى الهجوم التاني وبيضربها. البنت بتفرح جدا 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 لان اخيرا بتقدر تقاتل شخص قادر يتفادى هجومها. بتقول له العب بقى ياض كفايه هزار ويلا يا عم ريو. سيرة بتتحول عليه بسرعه مختلفه تماما عن الاول، بتهجم عليه ضربه هنا ضربه هنا، بطلنا بيصد وبالصعوبه كمان ومش قادر عليها، وسيرة بتفوز بسرعتها الجنونيه. يا جدعان البنت فرحانه جدا جدا لان حتى لو للحظه في حد قدر يجاريها وخلاها تطلع قوتها. وسبب سرعتها الصاروخيه دي يا صاحبي انها بتستعمل سحر الرياح وهي بتقاتل. فبتساله سيرة هو اتعلم المبارزه فين، فبيقول لها ريو من نفس الشخص اللي اداني الهدوم دي هو اللي علمني. بتقول له ياه فهمت دلوقتي، بمعنى اصح انت تلميذ ملك الجنيات، يعني انت عاجبه قوي يا ريو. وعلى فكره يا ريو ملك الجنيات ده اسطوره حقيقيه في العالم اللي احنا فيه. بعدها بتيجي الخادمه عشان تاخد سيرة لالفونسو عشان تدربه على المبارزه وكده، بتمسي على ريو وبتمشي من المكان. وريو ماشي مروح بيلاقي زعيم النقابه، فزعيم النقابه بياخده في عربيته وبيمشي من المكان. زعيم النقابه بيشكر ريو على كل اللي عمله وبيطلب منه يساعده في مهمه ضروريه جدا بره ديماس. هيروح لبلد واسمها هو ويت ناش، وفي قرية اسمها أفالي قدمت مهمة صيد، وهي قرية المغامر نيلس اللي مولود فيها اللي هو صاحبنا يعني. بس العيال ما ينفعش يقبلوها عشان رتبتهم ضعيفة، ولو ريو وافق يروح معاهم فهيقدروا يقبلوا المهمة. والمهمة يا صديقي ان في وحوش في القرية هما الجلوبين ووحوش هياكل عظمية، ودي حاجة غريبة جدا لان الاتنين مع بعض. طبعا ريو بيوافق، يلا بينا يا رجالة. راحوا لزعيم النقابة واتكلموا معاه، بيوافق ان هم يروحوا فعلا طالما معاهم الأسطورة ريو. بيعرفهم ان فرقتين قبلهم راحوا وفرقة منهم من الرتبة دي، ودي حاجة عالية، والفرقتين فشلوا. بس العيال مش فارقه معاهم، احنا هنروح ونحل المشكله. وبعد يومين بالظبط العيال بتوصل للقريه فعلا، وسكان القريه بيسلموا على نيلس بيروح يكلم زعيم القريه بولان، بيسلم عليه بقى وكده بقى. فبيسالوا عن اللي بيحصل هنا وبيعرفوا ان هم اللي قبلوا المهمه وجايين يتولوا الامر. بولان بيقول طب كويس، احسن من ناس ما يعرفوش عاداتنا وتقاليدنا. بيتساءل نيلس عن الكلام اللي موجود في التقرير ان سكان القريه ما تعاونوش مع الفرقه التانيه، وده معناه ايه يا عم؟ بيقولوا بولان كل حاجه بدات لما شفنا هياكل عظميه كانت بتظهر احيانا في الغابه الشرقيه، وبعد وقت مش طويل بقت دايما هناك. اما الجوبلين فظهروا بعدها، انا شفتهم في الجبهه الجنوبيه للغابه، عشان كده بعتنا طلب صيد للفرقه الاولى، بس هم اتقتلوا في مكان مش مسموح لحد يروحوا وهي الغابه الشرقيه، واتقتلوا هناك وقتلوا وسفكوا الدماء هناك، وده مش مسموح ابدا وانت عارف ليه. وعشان كده لما وصلت الفرقه التانيه فسكان القريه كانوا عايزين يطردوهم لان المكان اللي اتسفك في الدماء من الاف السنين، وسكان القريه بتحاول تتجنبه باي طريقه. فنيلس بيقول لهم يا جدعان انا عارف ان انتوا مش فاهمين حاجه لان دي اسرار قريتنا، ولا ما اقدرش اقول لكم اي حاجه من غير موافقه عجوز القريه. بيروح نيلس وبيسيب جماعتنا مع اخواته، وبعد شويتين بيجي فعلا موافقه المجلس على الصيد،
وبكره الصبح هيروح يشوف حوار الجوبلين ده، وبعدها يشوفوا حوار الهياكل العظميه. بيعرفهم نيلس سر من اسرار القريه، وهو الوحش الحامل للقريه اللي بيعيش في الغابه الشرقيه، محدش شافه قبل كده الا عجوز القريه. وتاني حاجه وهي الضريح، بس هنعرف الموضوع ده من عجوز القريه بكره الصبح. والوقت الرجاله بتروح تنام وبتصحى تاني يوم عشان المهمه، وهما ماشيين بيلاقوا اماكن جوبلين. بيبداوا في المهمه دلوقتي، قاعدين يدوروا بيلاقوا فعلا اثار جوبلين. بيقول لهم ريو في اكتر من 10 جوبلين جايين علينا، هيوصلوا كمان 5 دقايق، وخطه رجالتنا حاليا ان هم يدمروهم كلهم الا واحد، عشان الواحد ده يرجع لمكان العارين ويروحوا يخلصوا عليهم كلهم. العيال بتستخبى فعلا، ريو بيعمل سحر الجليد وبيمسك كل الجوبلين الا واحد. العيال بتروح تقضي على كل الجوبلين الا الواحد اللي فعلا سابوه يهرب، وهو في طريقه حاليا للعارين، ورجالتنا وراه. ريو ما بيهداش، بيتلك كل اللي قدامه، والرجاله بتقضي على الباقي وبكل سهوله. وبيوصل قدامهم زعيم الجوبلين، بيرفع سلاحه على العيال، بس ريو بيمسكه بقيود من الجليد، ونيلس بيرفع سيفه وبيقضي عليه وبكل سهوله. بياخدوا حجر زعيم الجوبلين وبيروحوا الوقت عشان يقابلوا عجوز القريه. بيوصلوا عندها فعلا وبيعرفوها انهم قضوا على الجوبلين حاليا، فبتشيد بيهم بقى عاش يا ولاد وتعالوا الوقت ورايا. نيلس بيلاحظ ان في عصايه عجوز القريه تميمه لحاكم الارض، فبتقول له الموضوع طبيعي لان سكان القريه بينتموا لحاكم الارض. بتدخل العجوز وبتقول ايها الوحش الحامي اطلع يلا. بيطلع فعلا الوحش اللي قدامك ده، بيلاحظ الموجودين وهم معالج وسيافين. بيبص على ريو فبيعرف بنفسه وبيقول له انت يا ساحر الماء اناديك بايه؟ فبيقول له اسمي هو ريو. فالعجوز مستغربه لان الوحش الحامي ما قالش اسمه لاي حد قبل كده. الوحش بيفرح جدا بوجود ريو قدامه، فبيشكر ريو على كلامه الجميل جدا. بيعرفهم الوحش ان في حوالي 30 من الهياكل العظميه قدام الضريح، اما اقواهم جوه الضريح والوحش هو اللي حابسهم. نيلس بيروحوا جماعتنا وبينضفوا كل الهياكل اللي بره الضريح. بعدها بيفتحوا الضريح وبيكون قدامهم الزعيم الاقوى. ريو بيحول اسلحه العيال وبعدها بيدي اشاره للوحش الحامي عشان يخرج الزعيم من مكانه، وفعلا بيحصل كده. الوحش بيروح على ريو بسرعه. ريو بسرعه بيعمل جليد من تحت رجليه وبيرميه على الارض، والعيال ماسكه سلاحها وشغاله ضرب فوق دماغه. ضرب يا ابني، اكسر يا ابني، ارزع يا ابني فوق دماغه. ونيلس بيديله القضيه، وبكده فعليا العيال بتخلص المهمه. بتروح العجوز عند التمثال اللي قدامك ده، بتلاقي الجوهر متاخد منه جزء، بس الموضوع بينتهي على خير لان العجوز هتصلح كل حاجه. العيال بتخلص المهمة وفي طريقها الآن إلى نقابة ليون. وتعالى نرجع للنقابة. زعيم النقابة بيطلب من أبيل إنه يكون مكانه في مهرجان ميناء وينتاش المفتوح، فأبيل بيوافق فعلا. وفرقتنا حاليا رايحة تشارك في مهرجان وينتش، ونيلس سمى فرقتنا فرقة الغرفة رقم 10، والعيال معتبرينها كمهمتهم الأولى. وعشان نوصل لمهرجان وينتش قدامنا 9 أيام، وبعد مرور ال9 أيام فرقتنا بتوصل فعلا، وبيروحوا بسرعة على طول ياكلوا. العيال جعانة، بياكلوا وبيدلعوا نفسهم وحاجة آخر دلع. وده هو الأمير الثالث واسمه بسيط جدا، كونراد شتاين بورنيميسا، وهو الامير الثالث لامبراطورية ديبوهي. بيروح لاخته اللي اسمها هي فيونا، بيطمنها وكده عشان هي مش بتحب تقابل الناس بقى والاجواء العامه وكده، هي بتحب تمسك السيف وبس. وبيقول لها خلاص اعملي اللي انت عايزاه كله تمام. والبنت بتروح فعلا تبوس السرير، هي متعوده على ساحه الحرب وبس. وفي اليوم التالي بيبدا مهرجان وينتش. ريو بيلاحظ الفنان ابيل قاعد في مكان الضيوف المميزين، وبيوصلوا فرقه ابيل وبيتكلموا عن ملازم الاميره، وده فخر امبراطوريتهم، وهو الساحر الجحيم وهو اسمه اوسكار. وفي اشاعات كبيره عن قوته، قتل 1000 شخص بهجوم واحد، قتل وايفرين بهجوم واحد، ودمر بلد برضه بهجوم واحد. ودي كلها اشاعات محدش عارف هل هي حقيقه ولا لا. العيال بتروح تتفسح بقى في المهرجان بقى والدنيا حلوه. ريو لسه ماشي بيخبط في شخص فبيتفادى، والشخص بالمثل. الاتنين بيتفادوا بسرعه، فالاتنين بيعتذروا لبعض وكل واحد بيمشي من طريق. وده هو الساحر الاسطوري اوسكار، جايب اكل للتلميذه بتاعته وهي فيونا، وراح ياكل معاها. ابيل بيقابل الامير كونراد وبيتعرفوا على بعض. ابيل بيتكلم معاه عن ساحر الجحيم اوسكار لوكا. الامير بيغير الموضوع وبيمشي وبيسيبه، وفيونا بترجع تبوس السرير زي ما كانت، وبيوصل لها اوسكار بالاكل وكده. وهنا في التحدي ابون بيضرب بالسهم بس مش بيجيب اي حاجه، وصاحبنا التاني برضه مش بيجيب اي حاجه. بيوصل ابيل عشان يدخل المسابقه معاهم، بيمسك القوس وبينشل وبيصيب الاخيره فعلا. بتوصل فرقته عشان يتفسحوا بقى والدنيا حلوه، ويورها بتاخد حبيبها ابيل. طيب الكل مع حبيبه. سيرا بتروح تدور على حبيبها وهو ريو. ايوه يا صديقي، فعلا البنت سيرا بتحب ريو، بتروح تسال عنه هنا وبعدين بتعرف ان هو في مهمه طويله ومدتها اسبوع. فالبنت بتنصدم من الخبر فبتمشي وهي زعلانه. وبنرجع للمسابقه الحاليه وهي سباق بالمراكب في البحر. نيلس بيمسك في شخص قبل ما المسابقه تبدا اصلا. بيبدا السباق فعلا، الكل شغال في السباق ومركز على اخره، بس نيلس والولا ماسكين بعض ضرب وبيكسروا المجاديف. فبياخدوا مجاديف صحابهم اللي بيحركوا المركب وبيكسروها برضك
وبعدها بيضربوا بعض بالايادي بقى، والمراكب مش بتتحرك طبعا يعني، وهوبا بيقعوا في الميه. وانا بصراحه مش عارف ازاي بس هم اتعادلوا وبرضه ماسكين في بعض. طب ايه الجايزه دي يا عم الشربو؟ دي جايزه عشان هم الاثنين كانوا بيضحكونا والقتال بينهم حلو. وهي المعالج بتاعنا بيفكر ازاي يقدر يساعد امون ونيلز، وهم بيهاجموا في الصفوف الاماميه وهو وراهم في الصفوف الخلفيه عشان يدعمهم وكده. فراح يشتري نشاله عشان يضرب بيها. صاحب المحل بيقترح عليه ان هو ياخد السلاح ده، فالولد بيوافق فعلا، وبعد شويه فسحه وضحك واكل وهزار والدنيا تمام التمام. بالليل في حفله الشخصيات المهمه بيكون ابيل مع الامير وبيتكلموا مع بعض. بتيجي فيونا فبيتعرف عليها ابيل وهي بالمثل. فيونا بتاخد الامير وبتمشي من المكان. هنا المكان بالكامل محمي بحاجز الرياح، فمحدش شايل سيف بقى والكل مطمن وكل حاجه زي الفل. بس الدنيا مش تمام قوي لان في شخص بوظ حاجز الرياح وبيدخل وبيقتل في كل المسؤولين، وفي لحظه واحده بيحصل انفجار شامل للمكان. وقبل ما نشوف الانفجار تعالى معايا صديقي اعرفك على ماضي اوسكار. اوسكار كان شغال في ورشه حداده مع معلمه بيتحكم بالنار ومشغل الشغل، بيروح يساعد ابوه بيولع الفرن بقى لامه بقى، وكل حاجه ماشيه معاه 10 على 10. والحداد بيقرر ان هو يدي سيف لاوسكار عشان يتدرب بيه ويتعود عليه من وهو صغير. وبيطلعوا سكان القريه مع بعض عشان يصطادوا اكل بقى ودنيا حلوه، واوسكار بيساعد بيجمعوا الغنائم وبيروحوا ياكلوا ويشربوا كل حاجه جميله في القريه. بيوصل لهم معلومات ان في قطاع طرق هيهاجموا القريه قريب جدا، فسكان القريه مش هتهرب، بيقرروا يدافعوا عن القريه. بيوصلوا فعلا قطاع الطرق للقريه، بس سكان القريه بالاسهم بيقتلوا عدد منهم. ابو اوسكار بيطلب منه انه يخلي باله من امه، فبيطلع زعيم قطاع الطرق في ثانيه لا ثانيه فوق كل الجثث وبيقتل الحراس كلهم، وبعدها بيفتح البوابه لكل قطاع الطرق. هجوم في ثواني على كل اللي في القريه وبيدمروا وبيقتلوهم. بيوصل زعيم قطاع الطرق قدام ام اوسكار. الام واقفه وبتحمي ابنها باي طريقه، بتمسك سلاحها وبتضربه، بيمسك سلاحها وبيقتل ام اوسكار قدام عينيه. بيتعصب اوسكار وبيديله بالنار، بس الزعيم بيصد ضربته بكل سهوله وراح يقتل اوسكار هو كمان، بس بيجي ابوه بيضربه فبيلاقي مراته ميته، فبيروح بسرعه وبيتعصب عشان يقتله. بيحاول مره واثنين وثلاثه بس بياخد بالسيف في صدره وبيموت هو كمان. بيجي شخص من العصابه وبيقول له يا زعيم خلي بالك في ذئاب جايه دلوقتي بسبب ريحه الدم، يلا نهرب من هنا يا زعيم. ففعلا بيهربوا من المكان والذئاب بتدخل وتاكل في كل الجثث الميتين قدامهم على الارض. معلم اوسكار بيروح له بسرعه وبيطلب منه يهرب حالا عشان ما يموتش. الولد بيعيط، ابوه وامه ماتوا قدام عينيه وما قدرش يعمل لهم اي حاجه. بياخدوا معلمه وبيطلع من المكان بيلاقي الذئاب كلها في وشه. بيخلي اوسكار يهرب هو والمعلم بيحارب الذئاب لوحده، وبعدها المعلم بيموت واوسكار بيهرب. بيجيله ذئب يضربه بيرميه في النهر، وقرية اوسكار كاملة متكاملة اتبادت من على بقرة ابيها، ما تبقاش شخص واحد بس عايش حتى. وبعدها بيصحى اوسكار وهو في هذا المكان، مكان غريب وما يعرفش اي حد. والشخص اللي قدامك ده اسمه الشيخ لوك، بيعتني باوسكار حاليا. اوسكار بيصحى بيعيط، بيقول له الشيخ مالك يا عم تزعلان كده ليه؟ هقول لك على حاجة، في اسطورة عن شعر قرمزي مشتعل، دي علامة لحب حاكم النار، يمكن القدر جمعنا. فبيطلب منه اوسكار انه يفضل هنا عشان مفيش اي مكان يروح له. فالشيخ يا جدعان بيوافق طبعا، وهيبدا يعلم ويدرب اوسكار كمان. وبيعلمه بعد فتره كبيره جدا بنفس المشهد بنفس القاتل، وهو زعيم قطاع الطرق بيقتل لوك قدام اوسكار. بيروح اوسكار يضربه وبيصيبه فعلا، بس بيمسكه وبيطعن اوسكار وبيرميه على الارض وبياخد نفسه وبيمشي من المكان لانه طفل وهيموت يعني هيموت. وبنرجع للانفجار اللي حصل، المكان كله بقى عباره عن نار. فيونا بتجري على اخوها المصاب وبتعالجه فعلا، بيطلب منها انها تهتم بالامور. فيونا بتبص وبتلاقي كل حاجه بتتباد قدامها والناس بتموت ومحدش قادر يوقفهم. بتاخد اخوها لمكان امن، فبيطلب منها اخوها ان هي تعرف حراسها الشخصيين ويجوا هنا حالا. بتقول له بس كده هيعرفوا مكاننا. بيقول لها وليكن لو ما عملناش كده احنا هنموت يعني هنموت. فالبنت بتعمل كده فعلا وبتضرب ضربه في السماء وهي علامه مميزه، 5 كرات نار في السماء، فبيعرفوا الحراس انها حاله طارئه، فبيروحوا بسرعه للمكان. ريو بيبص برضه على السماء وبيستغرب هل دي العاب ناريه؟ ما اعتقدش الصراحه. وفعلا المهاجمين بياخدوا بالهم من البنت فيونا، واوسكار بيوصل للمكان وبيقتل اول 3 مهاجمين في وشه، وبيروح بسرعه لمكان فيونا واخوها. فيونا بتهجم بسحر النار واخوها بسحر الارض، بيقتلوا معظمهم فعلا. اخوها بيسمع ترنيمات سحر الرياح، فبيطلب منها تهرب بسرعه، بس الشخص بيكون عمل هجومه فعلا بسحر الرياح، والهجوم كان هيقتلهم، بس فيونا على اخر لحظه بتعمل حاجه سحري بس بتستنزف كل قوتها. بيوصل اوسكار بيلاقي المكان بالكامل منهار، فبيجري بسرعه ليكون فيونا حصل لها حاجه كده ولا كده. والامير وهو واقف مكانه، اخته بتبص على رجله بتلاقي تحت رجله فخ، فبتروح بسرعه وبتضحي بنفسها وبترمي اخوها بعيد عن الفخ، ومن تحتها انفجار ناري
بيصيب فيونا اصابة مباشرة بيخلي فيونا تطير في السماء قدام اوسكار. اوسكار بيشوف المشهد وبيفتكر كل لحظاته، كل العزيزين عليه ماتوا قدامه، وكل شوية الزمن بيكرر نفسه وهو ضعيف ومش قادر يحمي اي حد. فبيروح بسرعة لمكان سقوط فيونا، ورجالتنا بيسمعوا صوت الانفجار، فبيبصوا كده في السماء بيلاقوا شخص بيطير، فبيروح نيلس بسرعة وبيمسكها قبل ما تقع على الارض وتموت. وبيكون في مجموعة من المهاجمين رايحين يقتلوها، بس يقتلوا مين؟ امون والساحر بيتعاونوا وبيقضى عليهم في لحظات، ورجالتنا مستواها اتطور. العيال بتعرف ان في مشكلة كبيرة بتحصل، لان المهاجمين دول كانوا جايين يقتلوا الاميرة، فبيقرروا ياخدوها لمكان امن بعيد عن هنا. بيوصل اوسكار قدامهم، العيال بتفكروا مهاجم فبيدافعوا عن الاميرة، واوسكار بيأمرهم حالا انهم يبعدوا عنها والا هيبيدهم من مكانهم كلهم. وري واقف بيخبط في ناس ملثمين وبيهربوا من قدامه، فالولد بيستغرب منهم كده وبيروح وراهم. اما اوسكار بيقرب من جماعتنا وبيأمرهم يبعدوا عنها حالا والا يقتلهم. بيهجم عليهم دفاع من معالجنا بس ما بيستحملش وبيقع على الارض. هجوم تاني بيعمل حاجز بس الولد استنفذ بشكل مش طبيعي، الهجوم بيخترق الحاجز وبيقدر يصيب الثلاثه. هجوم اخير من اوسكار عليهم عشان يقتلهم، بيظهر جدار جليدي بيصد دفاعه، ويسبيه الاسطوره ملك التدخلات وهو ريو. الولد ريو دخل يا جدعان المكان ومصدوم من اللي هو شايفه. ريو بيقول له اشرح لي اللي حصل حالا. بقول له اخرى السلام، ابعدوا عنها، كلكم ابعدوا عنها والا هتموتوا. وبيهجم عليهم بس ريو بيرد هجومه، واوسكار بيقرر يحارب ريو الاول عشان يقتله ويدخل على الباقي. هجوم ناري من اوسكار، جدار جليد من بطلنا بيصد كل ضرباته، ضربات نار من فوق يمين شمال ومن كل مكان، بس ريو بيصد كل هجماته. وبيقرر يبدا هجوم عليه، بيحطه بالكامل برماح جليد، بس اوسكار بيصد كل ضرباته ايضا، وبيضرب ريو التاني. اوسكار بيعمل تورنيدو النار وبيعمله على ريو، بس ريو بيصدها يا جدعان وبيحوط نفسه بكره جليديه، وبيختفي من قدامه وبينزل من السماء وبيجي يضربه من فوق، بس اوسكار بيتفادى وبيحاول يصيب الاثنين. بس اوسكار بيتفادى، الاثنين بيقفوا قدام بعض وبيسلوا سيفهم، والتصادم سيوف بين الاثنين ومحدش قادر على التاني، مستواهم بالسيوف شبه بعض تماما. بيقف ساحر النار اوسكار تاني امام ساحر الماء وهو ريو، والاتنين بيهجموا على بعض تاني، بس بيوصل ابيل بسرعه وبيوقف الاتنين لان في سوء تفاهم حصل. ريو بيقول ولا ابيل هتتحرك هجلدك، فاهم؟ ابيل بيقول له اديني فرصه يا عم ريو بس افهمك اللي حصل. انت يا صاحب الشعر الاحمر اوسكار، انا ابيل وممثل نقابه ليون. الاربعه اللي قدامك دول مش جزء من الهجوم ولا حاجه، دول مغامرين لنقابه ليون، هما كمان كانوا قلقانين على الاميره فيونا فكانوا بيحموها. اوسكار بيتفهم الموضوع وبيقف مكانه، اما ريو على العكس تماما، بيقول له يا ابيل خلصت كلامك صح؟ انا هقتله حالا، محدش يأذي صحابي، واللي هيفكر يعمل كده انا هقتله. بقول له يا ابيل اهدى يا عم ريو، ده سوء فهم يعني، اهدى، هو هذا هو انت اهدى. بيقول له لا، وحتى لو هقتل الاميره اللي بيحميها محدش يلمس صحابي. اوسكار بيسمع الكلمه من هنا بيتجنن على ريو، طلقات نار من كل مكان والنيازك من النار كلها نازله من السماء على ريو، بس ريو بيصد كل الضربات وبسهوله، ايوه يا جدعان بسهوله فعلا، غمة ماء وانتهى النقاش. بيقول له يا عم ابيل على فكره انا اقدر اقتله، هو ضعيف قوي اقتله صح؟ بيقول له ابيل لا يا عم ريو طبعا، انت ممكن تتسبب في حرب يا ريو، اوعى تعمل كده. ريو ثابت على المبدأ لحد الان، لدرجة ان هو بيجمد ابيل، بس ابيل ما تفاداش الضربة لانه فعليا عايز يوقف ريو. فريو لما بيشوفه مصر جدا بيتفهم الموقف وبيقول له تمام يا عم ابيل، بس على فكرة عشانك انت، والا انا اقدر اقتله وبسهولة ايضا. وبعدها ريو بيمشي من المكان وهو فرحان ان اصحابه بخير. وفي اليوم التالي الدنيا بقت تمام، العيال رجعت بقى، فيونا بقى الرجاله، وابيل فاهم الطرفين وفاهم اللي حصل واللي جرى، وكله بقى تمام التمام. وامون ونيلس والشاف بتاعنا ليهم مكافاه عشان دافعوا عن الاميره، اما ريو لا ملوش اي حاجه. ويا صاحبي ريو مش محتاج اساسا، الراجل غني، والان الرجاله راجعه لليون. هنا سيرا قاعده ومفتقده جدا ريو، مستنياه يرجع في اي لحظه. بتروح محل الاكل وبتلاقي فعليا ريو قدامها. البنت بتفرح جدا بقى وبتروح جنبه بقى ويا هلا ويا غلا، وبعد شويه بتاخده معاها بقى وبتجيب له الكتب اللي كان عايزها عن الاكوم بقى وعن كل حاجه، وكل ده عشانك انت يا عم ريو. وبعدها بتعلمه تعويذه النسخ. ومعلومه على السريع، عندها بس 200 سنه مش اكتر، لسه شابه لسه شابه. وبعد شويتين ريو بيخلص الدنيا، بيروح يتكلم مع ابيل ان هو يشوف له بيت كبير عشان يقدر يعمل تجارب خيميائيه براحته بقى، ويجرب سحر ويجرب حاجات لوحده. ابيل فعلا بيجيب له بيت بمساحه كبيره، بس المشكله الوحيده ان هو خارج البلد. ريو مش بيعترض وبيوافق فعلا يفضل فيه. وهنا ينتهي الموسم الاول، ونراكم ان شاء الله في الموسم الثاني. بس قبل ما نقفل الفيديو ما تنساش الصلاه على حبيبك النبي